المخفي تتدفق الكلمات ويحلو الحديث عن الذكريات، ولنا حديث عن الأمنيات، ونعيش لقاء مع أجمل اللحظات. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وبودكاست دردش مع هدى. 96 عام بتمر على ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبهذه المناسبة اللي احنا ما نقدرش طبعا نفوتها بيسعدنا ان احنا نستضيف الأستاذ محمد شبانة ابن أخو الراحل العندليب الأسمر. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. 96 سنة بتمر على ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حضرتك كان عمرك قد ايه؟ انا اتولدت سنه 72 وتوفى عم حليم في سنه 93 شهر مارس، فكان عندي حوالي 5 سنين ونص. لكن فاكر يعني عنه؟ طبعا فاكر حاجه، لان انا كنت الولد الوحيد في العيله. فكان ليه اهتمام خاص يعني عشان يشيل بقى اسم العيله والولد الوحيد، فكان بيدللني اكتر يعني. اول ما اتولدت لحد ما توفى عم حليم كل يوم عنده في البيت يعني. ايه يعني اكتر موقف مش قادر تنساه له؟ والله هو كان رغم ان حوالينا ابونا وامنا، لكن عبد الحليم كان هو الحاجه الجميله الحلوه في حياتنا يعني، وكان هو مصدر السعاده والحنيه والقلب الطيب يعني. مواقف كتيره جدا يعني. كنت دايما اخش افطر معاه يوميا تقريبا، ده باوامره يعني. وكان ياكل بيض البيضه، كان يديني الصفار، بيدكني شويه بسكوت بعسل. اكله كان خفيف جدا. ويعدي على حجره وناكل نفطر، وبعد كده يقول لي حماد اخش جوه بقى لحد ما اخش انا اشوف ورايا ايه واناديك تاني، ويناديني في وقت الفراغ. في اخر البروفا خالص قراءة الفنجان طبعا حضرتها معاه كامله. الوحيد اللي كان بيسمح له يحضر البروفات رغم صغر سني يعني. اغنيه ايه؟ قراءة فنجان. وكمان كان بيعمل لي مثلا، يعملها البروفا دي يلبس فيها مثلا بدله، يعمل لي بنفس القماشه على قدي. هيعمل فيها بيلعب بجلابيه مغربي، يعمل لي بنفس الجلابيه على قدي، وبقى معاه دايما في البروفات يعني. والدك الاستاذ الله يرحمه اسماعيل شبانة؟ لا، والدي محمد شبانة. لما الاستاذ اسماعيل شبانة ده يبقى عمي، يا عمي برضه. يعني هو كان انا ابن محمد. هو كان في اخ بيقولوا ان صوته كان حلو والله أوي. كلهم صوتهم حلو والله. بس عم اسماعيل احترف الغناء، ابويا ما احترفش ولا عمتي. هما بيقولوا ان هو كان صوته يمكن احلى من عبد الحليم، بس هو ما اخدش او ما كملش بقى يعني في المجال زي عبد الحليم. هو عم حليم صوته حساس ورقيق، عم اسماعيل صوته قوي جدا وناصع وجميل يعني. كل واحد ليه حلاوه في صوته يعني. هو عبد الحليم كان بيحتفل بعيد ميلاده؟ كان بيحتفل يعني في نطاق الأسرة كده، ولكن كان طبعا على مضض، لأن أو كان السبب يعني، وحاسس إنه كانت ولادته السبب في وفاة والدته، فكان بيتضايق يعني. كان بعد الاحتفال بيخش يقعد في أوضته كده شوية مع نفسه يعني. طيب أنا هسأل سؤال كده بس يعني إيه، عشان أنا مش عايزة أدخل فيه قوي يعني. فكرة موضوعه هو وسعاد حسني يعني، اسمح لي اقول انا رايي يعني، ولو انه ده مش حلو يعني، بس انا هقوله يعني. انا شايفه ان هو ما يعني ملوش لازمه وما كانش وقته يعني. ايه اللي فتح الموضوع ده؟ لا والله بصي، احنا يهمنا التاريخ الكتب مظبوط. ايوه. يعني عبد الحليم لو كان اتجوز كان يقول انا اتجوزت، بس هو ده كده. انما يكذبوا عليه لا، ما نسمحش لحد كده. لازم نرد غيبته، ولازم اي حد يقول عليه كلام افتراء لازم احنا نرد عليه على طول ونوقفه عند حجمه. بس هو بيقولوا ان كان في قصه حب ماشي، ما حصلش جواز. زي اي اتنين، حد واقف جنب حد لحد ما وصلها بر الامان. هو كان حب اهتمام مش اكتر يعني. فهي حبته بقى، وحصل ان هو عايزين يتجوزوا. يعني ما كانش فيه حاجه داعي يعني للجواز يعني. ما كانش حب عاطفي يعني، لا كان حب كانك واحده بتخلي بالك منها لحد ما توصليها لبر الامان، فهي ممكن تكون حبته بطريقه تانية. فهو كان الحب بالنسبه له حب اهتمام مش اكتر يعني. طب انت من وجهه نظرك ايه اللي فتح الموضوع ده دلوقتي؟ والله لو ما فتح ما بتقفلش.
مش فتحنا دلوقتي ولا حاجه، كل شويه ما بتقفلش. احنا عندنا مذكرات عبد الحليم الصوتيه تنزل قريب، ومكتوب فيها هو بيقول فيها بصوته انا اللي ما اتجوزتش للفنان سعاد حسني، وحب عمره مين، وحاجات كتير يعني. فهو بنفسه بصوته بقى هيخلص المسألة دي إن شاء الله. هو كان في، لكن هو كان بيحب حد. كان في حب عمره الوحيد، سيدة توفت في حياته وما أمهلوش قدر إنه يتجوزها يعني. أستاذ محمد، أنت غنيت بصوتك أغنية لعبد الحليم. اسمها وحشتني عبد الحليم. دي بقى لها كام سنة الأغنية دي؟ 25 سنة. بس حلوة. جميل. يعني انت كنت بادئ لسه كنت لسه في يعني انا غنيتها له حبا في عم حليم، يعني لان انا امير طعيمه كتبها ووريهاني فعجبتني جدا، وعمرو مصطفى لحنها، فدخلت غنيتها وكانت جميله جدا بالكورال وتوزيع استاذ يحيى الموجي واستاذ وليد مهمني، فيعني كانت جميله جدا بصراحه. فكره بقى الهولوجرام اللي سايره دلوقتي، يعني ايه يعني ايه المشكله اللي والله احنا كنا تعاقدنا مع شركه الهولوجرام لمده 4 حفلات بسنه 21، فعملت ال4 حفلات بصوره سيئه فما جددناش التعاقد. ففوجئنا بيهم بيعملوا حفله تانية دلوقتي في مهرجان موازين من غير ما تعاقدوا معانا اساسا يعني. فطبعا تحملوا المسؤوليه القانونيه، لان احنا اساس الهولوجرام هو التجسيد على المسرح بصوره عبد الحليم، وده لينا موافقه ادبيه وحقوق ماديه. فطبعا هم عملوها بشكل وحش، احنا بعدنا، احنا ادينا الحق لشركه تانية بشكل حصري علشان قدمت فايل كويس جدا، وقدمت صوره عبد الحليم بأبهى صوره. علشان كده احنا تعاقدنا معاهم بصفه حصريه. فدلوقتي هم بيعتدوا على حقوقنا ورايحين ينفذوا مع شركه تانية، مهرجان موازين في المغرب. فطبعا انظرناهم وعملنا الاجراءات القانونيه وبس. طب ايه اكتر اغنيه كان بيحبها؟ يعني انت طبعا كنت قاعد معاه وعايش والله كان بيحب اهواك، وبيحب موعود، وبيحب فيهم شهر في سنه. يعني مفيش اغنيه كانت مقربه لقلبه يعني؟ اهواك بيحبها جدا. ولاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعليا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري. طب ايه كان نفسه يغنيه لمطرب غيره او لمطربه غيره؟ والله هو نفسه قال الربيع بتاعت الاستاذ فريد الأطرش. ما دام بقى جبنا سيره فريد الأطرش، احنا عايزين نعرف ايه بقى الخلاف اللي كان بين فريد الأطرش وبين عبد الحليم حافظ. هو بصراحه طول عمرهم كانوا اخوات وحبايب، الصحافه هي اللي بتصدر الخلافات دي. ما كانش في اي خلاف خالص، الخلاف كان بين متعهدين الحفلات. عبد الحليم كان يغني في لبنان، فبعد كده نزل المتعهد بتاع استاذ فريد حجز مثلا 3-4 قاعات، واستاذ فريد يغني في قاعه واحده. فطبعا الناس وصلت لعبد الحليم، فعبد الحليم اتضايق، ووصلوا للاستاذ فريد، فالاستاذ فريد اتضايق، فقالوا احسن حاجه نقعد مع بعض ونصفي الخلاف، فقعدوا مع بعض فعلا في البرنامج وصفوا الخلاف. وطول عمرهم وطول عمرهم اخوات يعني وحبايب يعني. اول واحد وقف جنب الاستاذ فريد في اول ما تعب كان عبد الحليم، اما جه افتتح مطعمه كان عبد الحليم موجود. كان في لبنان بيعلن على حفلات استاذ فريد عبد الحليم، وكان الاستاذ عبد الفريد بيعلن على حفلات عبد الحليم في بيروت برضه بنفسه. فهم كان اخوه وصداقه وجمال كله يعني، ونفسه شريفه وحلوه وعفيفه
ما يسرقوش حاجه من بعض ولا يختاروا بعض، لا كانوا ناس كويسه جدا. في اصوات كتير ظهرت في عصر عبد الحليم كانوا معاه، زي مثلا كمال حسني، زي ماهر العطار، بس الناس دي ما اخدتش حظها زي عبد الحليم رغم ان هي كانت اصواتها حلوه. قيل ان عبد الحليم هو السبب. عبد الحليم ميت بقاله 48 سنه ومفيش حد خالص. لا كمال حسني هو بس هو كمال حسني كان اياميها لا يعني هو توفى وساب لهم الساحه، ليه ما كملوش طيب؟ لا هو في راي بيقول ان هم لان هم حبوا قلدوا طبعا. اصل انت عندك الاصل، هتروحي الاصل ولا النسخ؟ طبعا برضه عبد الحليم كان ليه كاريزما على المسرح كده حلوه جدا. احساس عبد الحليم، وفي حاجه من عند ربنا سر، الناس ما بتحبوش بس كمطرب وكفنان، بتحبوه كواحد من بيتها وعيلتها وصلتها، اب اخ خال عم يعني حبيب، يعني كان من عند الله سبحانه وتعالى، في سر يعني. لحد دلوقتي شقه عبد الحليم مفتوحه. طبعا بتستقبل طبعا يوميا كتير جدا، والاتصالات وكده، ويعني على طول هي والمدفن على طول مفتوحين. في اجانب بيجوا كتير اجانب بيغنوا اغاني عبد الحليم بالعربي ومش فاهمين معانيها وبيترجموها وبتاع، بيقولوا احنا بس كفايه نسمع صوته بالاحساس اللي احنا حاسينه ده. طيب يعني هو دلوقتي احنا بنقول هو ميت بقاله كام سنه دلوقتي؟ 48 سنه. طيب المحافظه على مكانه او شقته ده، يعني اكيد بيبقى فيه صيانه مستديمه يعني. يعني على طول عايز اقول حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا جيل ورا جيل ان احنا نحافظ على حاجته وعلى مقتنياته وعلى شقته وكده. مش هقول لك شطاره مننا، احنا بنعمل اللي نقدر عليه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايز يحافظ على حاجه عبد الحليم يعني. بس هو للامانه يعني حقيقي، يعني مش عشان حضرتك قاعد، انتوا عيله محترمه. الله يحفظك، الله يخليك، الله يخليك. وبعدين في برضه ملحوظه كده، لم يثار بعد وفاة عبد الحليم أي مشاكل بين عيلته، سواء بقى على الميراث أو غير الميراث زي ما احنا بنسمع يعني. وده بيقول إن العيلة يعني عيلة متماسكة يعني، الحمد لله بتحب بعضها طبعا. كمان في حاجة محدش يعرفها، إن أنتوا نسايب الأستاذ زي الفنان كمال الشناوي. صحيح بالظبط. دي جديدة دي بالظبط. عمتي الله يرحمها كانت متزوجة أخو الأستاذ كمال الشناوي، الأستاذ عبد الله الشناوي، وخلفوا زينب، وزينب تزوجت ابن عمها اللي هو ابن الأستاذ كمال الشناوي الأستاذ محمد الشناوي، وأنجبوا بقى عبد الحليم وعبد الله ونور. لكن احنا يعني في الاسره بتاعت الله يرحمه كناش نعرف ان اخته عليا. يعني لا طبعا ابويا ظهر كتير وعم اسماعيل. لا انا بتكلم على النساء. النساء طبعا. وكان ده بالعافيه يعني، لانه عم محمد حتى في حياته كان صعب انه يعني كان مسمي جزء الحلوات وجزء ثاني في الشقه الزمالك، يعني حتى الموسيقيين ما كانوش يعرفوا شكل عمتي يعني، حتى لانه هو راجل شرقي جدا يعني. فبعد وفاته بقى ابتدت ام عليا تظهر يعني في البرامج وكده، فابتدى يعرفوه. العلاقه بقى بينه وبين الله يرحمه محمد الموجي جميله جدا. دي يعني كانت علاقه فريده من نوعها. بالظبط، لان هو اللي هما الاثنين لقوا بعض. هو لقى في الحان استاذ موجي نفسه، واستاذ موجي لقى في صوت عبد الحليم نفسه. فابتدوا المشوار الجميل ده، ومتعونا بالاغاني الحلوه اللي كلنا لحد دلوقتي بنرددها ومستمتعين بيها. طب عبد الحليم ساب شويه محمد الموجي وراح لمنير مراد، وراح لعبد الوهاب، وراح لكامل الطويل. بس منير مراد يعني عمل معاه مجموعه من الاغاني. طبعا كل الاساتذه اللي اشتغلوا معاه كانوا يعني عارفه، خد من كل زهره رحيقه المختلف، لان هو عبد الحليم كان يقدر يلحن، عبد الحليم موهوب طبعا، بس ولكن اختار انه ياخد من كل زهره رحيقها عشان يبقى مختلف دايما، يبقى متجدد دايما، ما يلزمش نفسه بنمط واحد تلحيني او كده يعني، او موسيقي. كان بيتدخل في الكلمه وفي اللحن وفي التوزيع عشان يخليها ان شاء الله اقرب للكمال يعني. حضرتك كنت بتحضر البروفات؟ حضرت معاه بروفات. كنت بتلاحظ ايه في اثناء البروفات؟ ده بيعملوا بروفات على الغلط كمان، مش على الصح يعني. لو هو غلط الموسيقيين يعملوا ايه، لو الموسيقيين غلطوا هو عبد الحليم يعمل ايه. البروفات البروفه واحده كانت تاخد 18 ساعه، لدرجه مره السلك ساح مع استاذ هاني مهنا، وكان يولع في الستاره فعلا، وحصل حاجات غريبه يعني. فيعني عايز اقول لك عبد الحليم لا دؤوب جدا في عمله، وحاجه يعني ما بيسيبش الهفوه تعدي يعني. هم بيقولوا ان هو كان في وسط المزيكا ما شغاله بيسمع الغلطه يجيبها يعني طبعا. زي ما بيقولوا يعني في الكمانجات مثلا يقول 20 24 كمانجه، يقول لهم يا جماعه في هنا وتر انا مش مرتاح. ايوه، وهو مش عايز يحرج العازف، هو باصص له وعارف جاي منين، مش عايز يحرجه، بص له كده عشان ايه يظبطها.
فقال لهم دوزنا يا جماعه كده، فيعملوا الدوزان فيظبطوا الدنيا، ما بيحرجش حد كان يعني. عبد الحليم اول ما طلع وغنى صفيني مره، طبعا قيل، وده طبعا ما كانش مظبوط، ان هم حدفوه بعرفش بالبيض والطماطم، ده طبعا دي ما كانتش يعني دي طبعا كانت مش مظبوطه، لا يعني مش مظبوط، مش معقول حد هيروح المسرح معاه بيضه وطماطمايه مفعصه. ولكن هو يعني السبب ان الجمهور لم يتقبلوا في هذا النوع من الغناء، باعتباره ان هو في الوقت ده كان وجه جديد. نوع نبره جديده ولحن جديد وكلام جديد وعاطفه. كان الناس هناك زي ما بيقول كده استاذ يعني في من الاساتذه، استاذ سعيد صالح، استاذ وحيد سيف، واستاذ جيل السابق في الكوميديا، يقولوا اللي بيغني ده تحس انه كان ابونا وعمنا وخالنا وجدنا، انما دلوقتي احنا طلع واحد بيغني مننا احنا. فطبعا الناس عشان تقبل ان واحد مننا يطلع يغني دي، فقدامهم هو عم حليم برضو يعني حجمه قليل، صوته حنين، غير الناس اللي يقول لك المطرب ده يعصر القفله ويقفل مش عارف ايه وبتاع. ايوه كان بيغني لون مختلف. فقالوا له احنا عايزين غني لنا الاستاذ عبد الوهاب، قال لهم الاستاذ عبد الوهاب موجود ويجي يغني لكم. فطبعا المتعهد انذاك قفلوا الستاره عليه وكده. بعد سنه غنى على قد الشوق في فيلم لحن الوفاء، وعمل فيلم أيامنا حلوة. جابوه السنة اللي بعدها كسر الدنيا في نفس المسرح في اسكندرية، وربنا جاب له حقه يعني وعوضه خير. الأفلام بقى الأفلام اللي كان بيمثل، إيه أقرب فيلم لقلبه؟ لقلبه هو بيحب، كان حكاية حب عشان في قصة مرضه، وبيحب كمان برضو الوسادة الخالية يعني. عم حليم طبعا بيحب كل أفلامه، بس دول أكتر يعني فيلمين يعني بيحبوه. لكن هم بيقال ان اكتر فيلم تعب فيه اللي هو كان الخطايا. الخطايا تعب فيه تمثيليا يعني، تعب فيه تمثيليا لانه برضو يعني خد قلمين شداد، وكان مصر انهم يبقوا لايف وحقيقيين، وضرسه اتخلع في الاستوديو وجاب دم ونزف وحاجات كده، وجابوا له دكتور وحاجات كده يعني. مراتي. انت اتجوزت؟ ايوه بابا. اتجوزت مين؟ اتجوزت سهير يا بابا. سهير؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمه قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مره واحده استعملت حقي. انت مالكش اي حق في البيت ده. لا، انا ليا حق، ده برضه بيتي. عيب تخرج بره يا قليل الادب. انا مش قليل الادب، انت اللي ظالم. انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعامله دي طول عمرك. انا مش ابنك. لا انت مش ابني. بقول لك امشي اخرج بره، امشي. انا مش هخرج بره، انا هقعد هنا مع امي، مع اخويا. دي مش امك وده مش اخوك. انا اتحداك اذا كنت تقدر تفرق بيني وبينهم. مفيش اي صله تربطك بيهم. احنا لمناك من الشوارع، فاهم يعني ايه من الشوارع؟ انت لقيت فاهم يعني ايه لقيت؟ فاهم؟ انما هو كان استاذه لبنى عبد العزيز تقول عبد الحليم كان بيلخفنا جدا، لانه قبل التصوير اما الراجل يقول اكشن، لما المخرج يقول اكشن بنلاقيه هو ما فيش حاجه، ما اختلفش، ما بيمثلش، تعامل بطبيعته جدا. فبتعامل بطبيعته، فانا بقول هل ابتدى تمثيل ده ولا لسه؟ يعني كانت بتاخد وقت قدام عبد الحليم وهي بتمثل، يعني تقول انا طبيعي جدا، تلقائي جدا. طبيعي. هو كمان على المسرح كان بيطلع، كان بيتكلم مع الناس بتلقائيه. وعلى فكره هو ده سر ان اغانيه لحد دلوقتي عايشه بينا. سبحان الله، ربنا كرمه يعني. طب انت شايف ليه ما فيش عبد الحليم تاني؟ صعب جدا، صعب. بس ده شوف عبد الحليم ده عنده ذوق في كل شيء، في اختيار الكلمه وفي اللحن واختيار
اختار مين يعمل ايه، يعني عارف قد الغنى دي استاذ موجي، استاذ عبد الوهاب، استاذ وحواليه قمم، وحواليه شعراء برضه قمم، وحواليه موزعين قمم وعازفين قمم، فهو كمان كان على قد المستوى ده، فكلهم مجتمعين قدموا فن راقي جميل ذوق عالي جدا يعني. فانك حضرتك تجيبي، وبعدين عبد الحليم برضه في سر من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني واحد بمرضه ده وعنده 26 سنه بينزف، ما ياكلش بميه وحاجات كده، وريقه بينشف على طول، عنده استسقاء على طول، ما يعملش. لو واحد تاني ما يعملش غنوتين ويعتزل. عبد الحليم عمل 16 فيلم، 281 غنوه، يعني حاجات كتيره جدا، وما كانش بييأس وكده. دكاتره حير الدكاتره كلهم، مجموعه قعدوا معاه، الراجل ده بيشتغل كتير جدا وسبحان الله ما بيتعبش في الشغل، وبنلاقي نتيجه نجاحه بتديله قوه وباور جامده جدا روحانيه، فبتوقف النزيف فتره. اول ما ينزل على المسرح يخش ينزف، يدوا له الاكسجين ومش عارف، يطلع المسرح ما ولا حاجه خالص. فحيارهم جدا عند الله كده. وممكن يكون الشغل طبعا طاقة الحب اللي جواه لعمله واجادته لعمله، وقد ايه انه عايز يسعد الناس بعمله، ودي بتخليه يعني حاجة، وربنا سبحانه وتعالى طبعا باذنه كل شيء يعني. طب هو كان بيحب مين من مطربين عصره؟ والله كان بيحب استاذ عبد الوهاب، بيقول له استاذي استاذ عبد الوهاب، بيحب استاذ عبد الوهاب طبعا يعني. طبعا كان بيحب محمد رشدي على فكره. اكيد طبعا، اكيد ده هو كان بياخده معاه حفلات المغرب. يعني هو كان من ضمن هو اللي بيعمل نظم حفلات المغرب في عيد ميلاد الملك حسن وفي عيد جلوسه على العرش، كان بيجيب استاذ رشدي معاه طبعا، ويجيب استاذ محرم فؤاد واستاذه فايزه احمد، كل ده. علاقة عبد الحليم بقى بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. علاقة أب لابنه، وبعد كده بقت صداقة، بعد كده بقت أخوة يعني. هو بيقال إن هو اللي اعتمده في الإذاعة. طبعا هو واستاذة السيدة أم كلثوم واستاذ رياض السنباطي، يعني بتقدم مرتين وقالوا أنت بتغني زي الخواجات يعني زي الأجانب وكده. فما جت الثورة وجت اللجنة الجديدة اعتمدوه على طول، وقالوا ده صوت جميل جدا، واستاذ عبد الوهاب قال انا عايز اشوف في المكتب، ومضى معاه على احتكار فيلمين يعني. طب في ذكرى عبد الحليم حافظ، لو فكروا يعني يجيبوا حد يغني، انت شايف كده مين ممكن؟ والله ممكن تختار انت مين يعني؟ هم يخلوه هولوجرام احسن، يعني شغلوا صوت عبد الحليم ويعملوه هولوجرام احسن، لان عبد الحليم يعني ما فيش اي حد من الموجودين دلوقتي بتحبه يسمع لعمك يعني؟ لا الحقيقه صعب لانه عبد الحليم ده شيء حاجه تانية خالص، ومنشأ تانية، واحساس تاني، وجمال تاني خالص من حته تانية يعني اللي هيجي هيقلد عبد الحليم هيقول مش هعرف، اللي هيجي هيجود على عبد الحليم لا يعني هم يعني الناس زي ما بيقولوا بتحاول يعني بتجتهد يعني. ما تجتهد في شغلها واغانيها، سيبوا عبد الحليم باغانيها. لا ما بحبش والله، ما بحبش يعني. هم بيغنوا عبد الحليم حبا في عبد الحليم طبعا يعني. طبعا كلنا بنغني عبد الحليم حبا في عبد الحليم، انما عبد الحليم بيغني من حته تانية، فاي حد بيحرج اما بيجي يغني. هو الحته الاحساس يعني عنده عالي قوي، فهو لانه احساسه عالي فبيوصل طبعا، وبيتصرف الاحساس اللي قدامه، وبيتصرف في الجمله الموسيقيه، وبيتصرف في الجمله اللحنيه، وبيتصرف في العربه، بيقولها على القد، ما بيزودش فيها ما بيقللش. ده احساس من عند ربنا يعني. كان في خلاف بينه وبين كوكب الشرق؟ لا مرة واحدة بس، يعني كان المفروض هو بتبتدي هي كوكب الشرق، بعد كده استراحة، بعد كده عبد الحليم، بعد كده بتختم كوكب الشرق. فكوكب الشرق أم كلثوم عملت وصلتين ورا بعض وخلت عبد الحليم يختم الحفلة. فطبعا الناس كانت هتمشي وكده، وهو كان محضر غنوة جديدة، فالرئيس عبد الناصر أمر إنه عبد الحليم يتعمل له حفلة لوحده خالص يوم 26 يوليو في اسكندرية، هو اللي هيحضرها بنفسه يعني. فعوض عبد الحليم عن حفلة 23 يوليو. المرض بتاع عبد الحليم ده ظهر امتى؟ من هو طفل، يعني هل هو صغير ولا على كبر مثلا؟ من هو صغير ابتدى جاله بالهرسيا، كانوا بياخدوا زمان حقن اسمها الترطير دي، بيقعدوا بيغلوا الحقن مطرح بعض وكده، فعبد الحليم ما كانش بياخدها، كان بيجري. فطبعا الكبد تليف عنده، عند 26 سنه ونص الكبد تليف، عمل له دوالي مريء، عمل له اورده منتفخه في المعده، بقت تنزف، كانت معرضه حياته للخطر. في كل شويه ممكن يروح فيها يعني، ولكن سافر في لندن بعد ما عمل فيلمين، وقصوا له نص المعده، شالوها خالص بالاورده المتمدده، وعمل عمليه حقن وشالوا المراره والطحال علشان دايما ما يبقاش عنده دم كتير، يعني يبقى في دم يعني
كده. وقعدت شويه فتره كويس. بعد كده بعمل حقن دوري مريء بس كل كام سنه. بعد كده بقى ادوا له حقنه ملوثه في مستشفى المواساه في اسكندريه فيها فيروس في الكبدي، فطبعا بهدلت الدنيا. الشقه بقى بتاعت عبد الحليم والاوضه بقى اللي هو بينام فيها، لا انتوا لازلتوا يعني الفيديو اللي انا شفته لازلتوا محتفظين ببدله كل حاجه. الناس بقى يعني اغرب طلب جه من زائر كان ايه؟ لا والله كل الناس كانت يعني بتحب انها تبص على الحاجات ويعني وتصور جنبها وكده، يعني ما كانش في طلبات غريبه. بس ليه معجبين طبعا كتير جدا، وناس انتحر، مفيش حد انتحر على مطرب صحيح. ولا فنان ولا حاجه الا عبد الحليم يعني. وناس كتيره جدا، مش بس الاتنين اللي في الشقه، لا ده في ناس كتير جدا يعني. انا بفتح جوابات في الثمانينات يقولوا اثناء قراءتكم هذه الجوابات سنكون مجاور حبيبنا عبد الحليم لم نقدر على العيش من بعده. يعني ناس انتحرت بعديه حتى بسنين يعني. فحب من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يرحمه يا رب. بس فعلا في مذكرات ليه مش كده؟ في مذكرات ليه صوتيه ومسجلها قبل ما يسافر لندن، وان شاء الله نعملها في دوكيو دراما وتنزل للناس وتشوفوا ويقروا فيها ويسمعوا فيها. عبد الحليم بيحكي قصه حياته ان شاء الله. انا مش عايز اطول على حضرتك اكتر من كده. عبد الحليم موضوع كبير قوي وتاريخ كبير قوي ومحتاج اكتر من كده كتير، ولان حضرتك طبعا يعني جيتني شكرا رغم يعني انك يعني تعبان، بس متشكره قوي. شكرا. وبشكر في نهايه الحلقه الاستاذ محمد شبانه ابن اخو العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. شرفتني يا فندم. ميرسي يا فندم، شرفت انا.